انتوا طالعين بتعملوا ايه؟ انتوا مالكم انتوا بالكوره؟ ما تيجي يا عم كل سنه تلعب يا عم في البطوله وخلاص، واخرك الانجاز بتاعك تصعد للمجموعه وتاخد على دماغك، وفي الاخر يلا هوبا الله لا اطلع حصاله. ايه الجديد؟ ايه الجديد عليك؟ انت مستغرب ليه؟ مالك في ايه؟ قلت لك الكوره ده مش بتاعك. تعالى باحترامك وبادبك وبشكلك يعني احفظ نفسك كده، احفظ نفسك وخد لك الكام ماتش الحلوين اتصيد بيهم على حس اي انديه تلعب معاهم وخلاص وشكرا يا عم، واطلع حصاله وارجع على بلدك تاني وتاخد الدوري وترجع تاني البطوله اللي بعدها وهكذا. وهي قاره بتكر كل شويه، لكن هتعملي فيها بطل وتعملي فيها فان دام وتعملي فيها فريد شوقي، امال مين محمود المليجي؟ يعني لما تعملي فيها محمود شوقي فريد شوقي بقى انت كل شويه انت اللي بتضرب، امال مين محمود المليجي؟ هي القاره كلها تبقى فريد شوقي؟ ما لازم يبقى في محمود المليجي زيك اللي بيتضرب في الافلام، ولا ايه يا حوده؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول صباحيا مباركة أبو تلاتة، نقول صباحيا مباركة أبو تلاتة. واحد يقول لي يا عم أحمد بقى ما خلاص بقى ماتش وخلص، واحنا متعودين كأهلاوية بنكسب الماتش ونشوف الماتش اللي بعده عشان خاطر ان احنا عايزين نكمل في البطولة وعايزين نكمل بقى ونشوف نركز مع فرقتنا. اقول لك يا صاحبي احنا هنفضل مركزين مع فرقتنا وكل حاجة وهنشوف الماتشات اللي بعد كده، بس دول ما ينفعش تعدي لهم اللي حصل الفترة الأخيرة. ليه؟ لأن اللي حصل منهم كتير قوي، جعجعة كتير قوي وكلام كتير قوي وهجص كتير قوي وهي الاهلي بناكله حي وحاجات، بص وهنصعد من استاد القاهره وحاجات كتير حاجات كتير ومدلل الكاف ومش عارف ايه بصوا كلام كان كتير قوي. فعلى قد الحاجات اللي هم قالوها دي ان شاء الله هيكون يعني مستمر معانا كده بتاع اسبوع ولا 10 ايام باذن الله يا رب. كل يوم هفكرهم بالثلاثه يا ابو ثلاثه. بس انا طالع بقى دلوقتي اتكلم عن مين بقى؟ يعني سيبك من، يعني شوف الجمهور وارد انه يحصل منه يقول كلمه كده يقول كلمه كده، فعادي يعني جمهور، ما احنا كلنا مع بعض ايه جمهور، وكل واحد ممكن يقول اي حاجه وخلاص، حاجه مش محسوبه عليك، انت في الاول وفي الاخر جمهور. لكن لما يطلع بقى نائب رئيس نادي الهلال بالتصريحات اللي انا هقول لكم عليها دي، فيبقى يعني بس نشوف الاول التصريحات بعد كده نبقى نرد على كلامه. طبعا الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا هنقطع العلاقات مع النادي الاهلي تمام بسبب النادي الاهلي عمله. فبصراحه يا جماعه انا ما بعرفش اقول كلمه الحق، انا اؤيد هذا الكلام وبعترف ان هو فعلا معاه حق، عشان بصراحه ما ينفعش يكون في فريق عربي وجارك ابن النيل زيك تمام ويحصل فيه كده في رمضان. ما ينفعش. يعني لعبه الاهلي ولا راعت عروبه ولا راعت مثلا ان احنا اخوات ومسلمين وعرب وولاد نيل واحد. ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ وحتى الولا كهربا برضو بصراحه كان قليل ادب قوي، كان قليل ادب جدا، كان حاجه بصراحه يعني قله ادب مش طبيعيه. ايه يا ابن الجون ده؟ ما تجيب جون عادي، ايه لازمتها ايه بقى قله الادب؟ ما برضو المشكله في عندنا احنا يا جدعان، فاحنا لازم نشوف عيوبنا عشان ما نتكلمش على حد بالباطل، لازم نشوف عيوبنا احنا الاول. يعني الكره زي بتاعت كهربا ديت يا عم يوقفها يا عم ويحطها ببطن رجله يا عم على الارض وتخش جون وخلاص، وهي اياها يعني في الاول هتبقى هدف وفي الاخر هتبقى هدف. لكن تعمل كده مع فريق عربي زيك وفريق سوداني ينفع؟ او زعلت كده نائب رئيس النادي، نائب رئيس النادي زعلان دلوقتي، نعمل احنا ايه؟ نراضيه ازاي دلوقتي؟ احنا دلوقتي نراضيه ازاي؟ نائب رئيس النادي اللي كان بيتمنى يفوز عشان خاطر يهدي الفوز لست المستشار. هو هو بنفس الرعه والتسريح. ما اصل قبل الماتش بتلاقي في كوره كده وحاجه كده، انا اسد وانا هعمل وانا هسوي وبتاع ونهدي الفوز لسياده المستشار وهنيجي نصعد من استاد القاهره والجماهير دي مش عارف بقى تيسر علينا واحنا مش عارف ايه وكلام كبير قوي وجعلصه. احنا متعودين على الكلام ده هنا في مصر، بس بصراحه الجماهير اللي هنا في مصر اقسم بالله رحمه ما يجوش جنبهم 1% من اللي احنا بنشوفه. فالمهم عشان ما نخرجش بره الموضوع دلوقتي، الاخ ده بقى اللي هو نائب الرئيس دوت ايه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احنا هنقطع العلاقات عشان اللي شفناه من النادي الاهلي، هتقطع العلاقات عشان احنا استقبلناك احسن استقبال، هتقطع العلاقات عشان خاطر لعبناك في ملعب نظيف، هتقطع العلاقات عشان لعبناك في توقيت ليلي المفروض اي فريق في الدنيا يتمنى يلعب فيه، في جو زي الحمد لله اللي موجود عندنا جو في مصر. هتقطع العلاقات عشان خاطر الاستقبال اللي احنا استقبلناه لك، اللي انت بلسانك اعترفت بيه وقلت ان الاهلي استقبلنا احسن استقبال وقعدت في احسن فنادق ولعبت في احسن ملاعب وكل حاجه كانت متاحه بالنسبه لك، لكن انت كنت عايز تكسب وخلاص، عايز تصعد. فانا ايه هصعد حتى لو خسرت 2-1 مش مشكله، هطلع اقول ان مصر دي احسن دوله في العالم والاهلي عمل اللي ما يتعملش. هخسر يبقى هعمل مشكله زي ما اللي حصل كده بعد الماتش.
ما اصل العقل زينه برضه، العقل زينه، يعني العقل زينه. اقنعني ازاي ده لو جبنا واحد ما ولا يعرفني ولا يعرفك ولا يعرف ربنا ماشي هيقول الكلام اللي انا بقوله لك ده اهو. يعني شوف حتى بقى ولا يعرفني ولا يعرفك، وحتى استغفر الله رب لو ما يعرفش ربنا خالص، كلام العقل. فريق كسبان 3-0، فريق كسبان 3-0 وصاعد، هيروح لفريق لسه هاينه في الملعب 3-0 ومأكله النجيل عشان يعمل معاه مشكله؟ هو العقل عندك بالنسبه لكم في ايه؟ والله العقل انا مش عارف، انا ملاحظ ان عندكم مشكله، انا ملاحظ بجد والله في مشكله. هي مش نفس الميه اللي بتعدي علينا وعليكم؟ مش هي نفس الميه اللي احنا بنشربها كلنا مع بعض؟ يعني غريبه بالنسبه لي الحكايه دي بجد، غريبه جدا. فعايز يقنعني ان لعيبه الاهلي اللي كسبانه اللي لسه هاينه فرقته ديت في ارض الملعب ان هم اللي راحوا لفريق الهلال عشان خاطر يعملوا معاه مشكله. متضايقين منهم. اصل احنا كسبناهم 3 بس، احنا كنا عايزين نكسبكم 5 يا ولاد اللذينه، اضطرينا بقى نعمل معاهم مشكله عشان كنا عايزين نكسبهم 5 أو 6. انتوا بجد في ايه؟ من احلى الحاجات بقى اللي قالها، من احلى الحاجات اللي قالها بيقول لك ايه؟ بيقول لك واتمنى ان نقع مع الاهلي في المجموعه تاني، تمام؟ السنه الجايه عشان نرد اعتبارنا. قسما وبالله ربنا يسمع من بقك، ربنا يسمع من بقك، ويا رب ما تقطع لنا عاده وان انت كل سنه تبقى موجود معانا في المجموعه عشان نضمن ان احنا ان شاء الله صاعدين. عشان كل مره باذن الله هتفضل تقول الكلام ده وتهلفط باي كلام، وفي الاخر هتعرف حجمك الطبيعي اللي كل مره بنحطك فيه. ما هي كل مره، اصل سبحان الله مش بتبقى صدفه، دي مش صدفه. انت كل مره بتقع معايا بعرفك حجمك الطبيعي كل مره. فيا رب تقع معايا كل مره، يا رب والله العظيم بجد بتمناها من كل قلبي عشان تعرف حجمك. عشان ايه؟ هتفضل قبلها انا عارف انك ساعتها هتركب الترند بقى وتطلع تتكلم وانا مش عارف ايه وفريق كبير وفريق عظيم، فانا نعم معيش ولا بطوله قاريه بس انا فريق كبير غصب عنكم. احنا بالعافيه كده هنبقى فريق كبير وفريق عظيم وفريق مش عارف ايه. الموضوع ملوش علاقه بالشعوب بقى يا جدعان بقى، عشان نخلص من ايه، من الموال بتاع الهجص بتاع الفتنه ومش الفتنه والبلد ومش البلد. شعب السودان كله على راسي من فوق. احنا دلوقتي بنتكلم كوره وبكلم واحد مسؤول في نادي الهلال مش واحد مشجع. فلو انت خايف من الفتنه بتروح تقول له هو المسؤول، المسؤول، مش تكلم واحد مشجع للنادي الاهلي بس. تمام؟ المهم بقى ايه؟ ان انا بقول لك انا بتمنى ان انت تقع معايا عشان تعرف حجمك، عشان تعرف ان انت فريق متواضع للغايه. ومهما حصل، مهما حصل انت بالذات عمرك انت ما عندكوش الكار مش كاركو يا جدعان. والله انا مش عارف والله بجد، الكار مش كاركو، ده مش كاركو. شوفوا كار تاني غير الكوره والله العظيم يا جدعان. فريق الهلال ده شوفوا كار تاني غير الكوره. انتوا الكار ده مش بتاعكم. انتوا اخركم ممكن تاخدوا بطوله في السودان مع كامل احترامي طبعا لكل الانديه اللي في السودان وخلاص، وتطلع بقى في القاره كل مره زي اهو اخرك. انجازك اعلى انجاز. صعدت 87 قدامي وخدت منك البطوله، صعدت 92 والوداد خد منك البطوله، واعلى انجاز بعده ان انت بتصعد في المجموعات وتقعد تصيح كده وتعيط كده. قبل المباريات المهمه تفضل تعمل فيها بطل وشجاع السيمه، وبعد المباراه والحمد لله الحمد لله العبد لله. قال لكم الكلام ده برضه من امتى؟ من فتره طويله. اه يا صاحبي لما اقول لك ان انا برنس الحمد لله انا عارف نفسي، عشان الكلام اللي بقوله دايما بيتحقق وبيحصل. انا قلت لكم من ساعه ما كسبونا، قلت لكم كل الحاجات دي هتحصل وهنصعد، وهيرجعوا يعيطوا ويقول لك ابن الكاف المدلل ومش عارف ايه وإيشي وحصل وسوى. بس هو مش لاقي حاجه في المباراه، ما لقاش يا اخي حتى اوت عكسي يتكلم عنه. كان نفسه يلاقي حاجه زي ضربه جزاء، هدف ملغي، كره تسلل فيها شك. هو كان نفسه يلاقي حاجه من الحاجات دي فما لقاش، فحابب ان هو يعمل اي مشكله وخلاص. فعمل المشكله بعد المباراه، وكمان عايزين يشيلوها النادي الاهلي، وبيقول لك احنا مش عارف هنقطع العلاقات لحين ما حقنا يرجع لنا. حق مين يا ابو حق؟ حق مين يا ابو حق؟ يقول لك الفيفا مش بيروح الفيفا، ده انتوا ان شاء الله هتتشطبوا من التاريخ يا اخي. ده انتوا نادي غريب، نادي عجيب، نادي ما شفناش زيه في حياتنا، نادي ملوش اي علاقه بكره القدم ولا بيفوز ببطولات ولا اي حاجه، وعلى طول صياح 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 صياح. ده في انديه تانيه احنا مش مستحملين الصياح بتاعهم رغم ان هم عندهم بطولات، رغم ان هم عندهم بطولات، وبنقول مش مشكله ومش قادرين نستحملهم. انتوا طالعين بتعملوا ايه؟ انتوا مالكم انتوا بالكوره؟ ما تيجي يا عم كل سنه تلعب يا عم في البطوله وخلاص، واخرك الانجاز بتاعك تصعد للمجموعه وتاخد على دماغك، وفي الاخر يلا هوبا الله لا اطلع حصاله. ايه الجديد؟ ايه الجديد عليك؟ انت مستغرب ليه؟ مالك في ايه؟ قلت لك الكوره ده مش بتاعك. تعالى باحترامك وبادبك وبشكتك يعني احفظ نفسك كده، احفظ نفسك، وخد لك الكام ماتش الحلوين اتصيد بيهم على حس اي انديه تلعب معاهم وخلاص، وشكرا يا عم، واطلع حصاله وارجع على بلدك تاني وتاخد الدوري وترجع تاني البطوله اللي بعدها وهكذا. وهي قاره بتكر كل شويه، لكن هتعملي فيها بطل وتعملي فيها فان دام وتعملي فيها فريد شوقي، امال مين محمود المليجي؟ يعني لما تعملي فيها فريد شوقي بقى انت كل شويه انت اللي بتضرب، امال مين محمود المليجي؟ هي القاره كلها تبقى فريد شوقي؟ ما لازم يبقى في محمود المليجي زيك اللي بيتضرب في الافلام.
ولا ايه يا حوده؟ روقوا كده ها، ومستنيينكم ان شاء الله، ويا رب يا رب يا رب تقعوا معانا تاني ان شاء الله السنه الجايه، عشان نضمن بس ان احنا ايه، نصعد ونعرفكم حجمكم. سلام.